مشاهدينا أيضا الطبيب الذي حاول إنقاذ الطاغية وإسعافه إلا أن الطاغية فارق الحياة قبل بوابة الخمسين. دكتور نتعرف عليه. الدكتور مهند الغدامسي من طرابلس. طبعا أنا كنا هذيك اللحظة كيف موصلين زوز أسرى نسعفوا فيهم في المستشفى الميداني اللي في الحريق. طبعا بعد عم توصلنا قريب الموقع نسمعوا في إشارة جتنا، وكان سائق الإسعاف اسمه الشيخ فرج، طبعا سائق سيارة إسعاف من كتيبة أسود الوادي. سمع إشارة أن تم إلقاء القبض على معمر القذافي وأنه مصاب. فهذا كان بيني وبينك الحاج فرج أو الشيخ فرج نسموه فيه احنا، بيني وبينك شجاع وخش الداخل في وسط النار وش اسمه باش يسعفه. طبعا توار جابوه ووصلوا. كان لا يزال معمر القذافي عنده انفاس، الطاغيه معمر القذافي كان لا يزال عنده انفاس، وكانت زوز اصابات، واحده في الراس وواحده في الصدر. نقلناه طبعا طول سياره الاسعاف وقمنا بمحاوله اسعافه، يعني حاولنا بقدر الامكان ان نبقوه حي بحيث انه يتسلم للسلطات الليبيه وهو حي وياخذ منا المعلومات الكافيه ويتعاقب بما بالقضاء والعداله الليبيه. لكن كانت اصابه في راسه، يعني من المستحيل واحد يعيش فيها. امتى حاولنا نسعفوه حاولنا كل شيء، لقيته بدا يلفظ انفاسه حوالي قبل بوابه ال50، يعني كنا بننقلوه على اساس ننقلوه لاسعاف الطاير بحيث يتولى اسعاف الطاير نقله لاقرب مستشفى. لكن كان الفض انفاسه الاخيره خلاص وتوفى. بعدها قرر الاسعاف انه ينقلوه لهنا لمصراته بحيث انه يسلموه للمجلس العسكري نتاع مصراته. الحمد لله الحمد لله انتهت بهيك اكثر فتره ظلم عاشها الشعب الليبي هي وعمت الفرحه، يعني شبحت الشباب فرحانين على الاخر. الحمد لله الحمد لله ارتحنا يعني. الكلمات اللي تلفظ بها داخل سيارة الإسعاف، هل طلب أنكم تساعدوه ويقعد يضل عايش؟ يشبحنا بخوف شديد، رغم أنه يشبح فينا نعاونوا فيه، لكن كان يشبحنا يعني ما تعرفش الشبحة، هل خوف هل ألم هل حقد، ما تعرفهاش الشبحة كيف تفسرها. فهمت؟ يعني ما تلفظ شيء، كان طول الوقت يعني يا دوب يلتقط أنفاسه. هو توفى في حوالي الساعة 1:30 قبل يعني ما يوصل بوابة 50 بشوية. هذه عفوا.